جهد جماعة الدعوة والتبليغ تتحرك على منهاج السلف، تتحرك بالحياة العملية. حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعمال: الدعوة إلى الله، التعليم والتعلم، العبادات والذكر، والخدمة والمعاشرات والأخلاق. الله جل وعلا يا إخواني وفقنا كل جماعة تتحرك في سبيل الله بالمال والنفس، يزور الجبال، الغابات، مناطق ما وصلها أحد من الدعاة. هذه المناطق في جبال وغابات متيانة، كانت قرى منسية ما وصلها أحد من الدعاة. الله سبحانه وتعالى وفقنا وخرجنا في تلك البلاد بجهد أحيانا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الدعوة إلى الله على منهاج النبوة، ثم بدأنا في التعليم والإكرام والخدمة. كانت يا إخواني هذه الثمرة، هذه يا إخواني الدفعة الأولى. الآن يا إخواني والله متعطشين لتعلم الإسلام بالمئات بل بالآلاف، لكن إخواني من مستعد أن يتحرك بالمال والنفس؟ فجئنا بهؤلاء الجماعة إلى البيئة، بيئة المسجد، حتى يتربوا في المسجد، يتعلموا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعوا دعاء إلى بلادهم. فيا إخواني نطلب منكم بارك الله فيكم نشكل الجماعات لأعلى النفقات وأبعد المناطق، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هو الذي يسيركم، الله الذي يسيرنا. لا تنظر إلى التأشيرات، لا تنظر إلى النفقة، لا تنظر كيف الهداية. الهداية هو الهادي جل وعلا. الله يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إخواني هؤلاء كانوا وقود لنار جهنم. انظروا يا إخواني والله حرام، كانوا قبل خروج الجماعة وقود لنار جهنم. فجماعات التبليغ تنشر الرحمة، تستمطر الرحمة من الرحمن جل وعلا. أعادوا للأمة. إخواني اسمعوا، هذه الجماعات التي تتحرك في العالم والله رجال في زمن الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الجماعات يا أخواني عندما تتحرك أحيت في الأمة ذكر المهاجرين والأنصار. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا إخواني هذا نداء لإخواننا الدعاء العلماء. نتحرك يا إخواني في هذا السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذه الجماعة الأخوة الأفاضل جماعة من الأردن خارجة 40 يوم بالمال والنفس بفضل الله جل وعلا لإقامة أعمال النبوة. يا إخواني هذه الجماعات وسائط رحمة، شعارهم ودثارهم: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أمر الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مستعدين إن شاء الله؟ الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.